ازاي بعمل محتوى شهرين في 6 ساعات بس؟ على عكس الناس فاكره ان انا قاعد متفرغ للسوشيال ميديا وصناعه المحتوى، لكن الحقيقه ان 95% من وقتي هو رايح للشركه، ما بين ان احنا بنحاول نتوسع وبنكبر الدنيا اكتر، وكل يوم في مشاكل ما بتخلص زي اي بزنس في الدنيا، لان انت عشان تكبر اكتر محتاج تحل مشاكل اكتر. المهم مش موضوعنا. لو انت بتشوف محتوى ليا كل يوم وبتشوف ليا ستوريز كل يوم، احب اقول لك ان انا غالبيه الوقت ما بكونش عارف عنها حاجه. لو جه في بالك دلوقتي ان انا بعمل المحتوى بتاعي بالاي اي، فلا دي مش حقيقه. ممكن في المستقبل نعمل كده بس حاليا لا. في سيستم احنا عاملينه مساعدني جدا في ده، فانا هديك السيستم ده على طبق من دهب عشان خاطر لو انت عاوز انك تعمل محتوى اكتر وتكون كونسيستنت فيه وفي نفس الوقت تمارس حياتك الطبيعيه عادي. ده السر. في 3 بيلرز اساسيه عشان صناعه المحتوى. اول حاجه هي السكريبتات، تاني حاجه هي التصوير، تالت حاجه هي الايديت. نيجي الاول بند هو السكريبتات. وانا بتعلم اي حاجه جديده، سواء باخد كورسز او بقرا كتب او بتفرج على فيديوز تعليميه على اليوتيوب، باخد بيها نوتس. لاني فاتح الدوك فايل كده وعمال باخد نوتس وانا شغال، وفي نفس الوقت بربطها بحاجات انا اوريدي عارفها في حياتي او من سابق خبرتي عشان خاطر المعلومه تثبت في دماغي اكتر. اللي انا عملت ده بيضرب 3 عصافير بحجر واحد. اول حاجه المعلومه بتثبت في دماغي جدا عشان خاطر انا كتبتها وفي نفس الوقت ربطتها بمعلومات اوريدي اكزيستنج في دماغي. تاني حاجه ان انا اوريدي كده عملت سكريبتات محتاجه بس يتمشي عليها ماشيه سريعه ويبقى السكريبت كامل. تالت حاجه ان احنا بنفيد الناس بالمعلومات الجديده دي اللي انا لسه متعلمها وعلمت معايا او فرقت معايا. فعلى مدار الشهر بلاقيني عامل من 15 ل 30 سكريبت على حسب انا كنت قد ايه مشغول في الشهر ده. نيجي بقى لوقت التصوير. هي بتبقى قاعده واحده زي ما انت شايفني دلوقتي كده، ومعايا بدل التيشيرت تلاقي مثلا في تيشيرتين 3 حاجات كده بتبقى موجوده جنبي، وثانيه واحده في التيشيرت عشان خاطر ما يكرمش والفيديو الجاي ما اعرفش اصور بيه. بسجل اكتر من فيديو في قاعده واحده. الفيديو الدقيقه بياخد في التصوير بتاعه من 5 ل 10 دقائق على حسب انا فايق ولا لا. يعني في الساعه متوسط ممكن تخلص من 6 ل 12 فيديو. وبيبقى السكريبتات موجوده قصادي زي ما انا شايف دلوقتي عشان خاطر لو انا مش فايق او مضغوط في الشغل والكلام مش حاضر في دماغي، اقدر ان انا لو ناسي حاجه افتكرها من الكلام. فتقدر ان انت في 6 ساعات تخلص 30 فيديو. ولو انت بتنزل معدل يوم يوم لا، انت كده معاك محتوى شهرين. ثالث حاجه هي الايديت. في الكيس بتاعتي انا وقت الفيديوهات يتعمل لها ايديت بعد ما انا بصورها. في الكيس بتاعتك لو انت لسه بتبدا تقدر انك انت تعمل كده برضو، بس لو ما عندكش الامكانيات انك انت تعمل كده وفي نفس الوقت ما عندكش الوقت انك تعمل ايديت او تتعلم ايديت، ممكن تقطع تقطيع بسيط جدا على اي ابلكيشن في اي وقت انت فاضي فيه. لو انت مسجل الكلام بالطريقه اللي انا بقول لك عليها، المفروض ان التقطيع ما ياخدش معاك وقت، فتلاقي ان انت ممكن تخلص ال 30 فيديو دول التقطيع بتاعهم في يوم واحد. طبعا مع الوقت تقدر كمان انك انت تستعين بسكريبت رايتر ان هو يساعدك في كتابه السكريبتات، بس محتاج تعمل له مانيوال ازاي انت بتفكر في السكريبت وازاي بتقدر تطلع بالافكار، وممكن من وقت للتاني تكون بتبعت له ريفرنسز عشان خاطر يبقى عارف طبيعه التوبكس اللي انت بتحب تتكلم عنها وبتتكلم عنها ازاي. وبكده دي اسهل طريقه تقدر انك انت تكون بتعمل فيها كم كبير جدا من الكونتنت من غير ما يكون بيحرق وقت كتير جدا ليك. انا كريم حنفي، سلام.